فاجأ الإطار الوطني بدو الزاكي المغاربة بما قاله عن زميله وليد الركراكي، وذلك إثر موجة الانتقادات التي تعرض لها المدرب الركراكي خلال الأيام الماضية. واستغرب الزاكي من الحملة التي وصفها بالشعواء والمسعورة الموجهة ضد الركراكي على منصة التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه كان نفس المدرب الذي بث السعادة والفرح في نفوس المغاربة خلال مونديال قطر. وقال الزاكي: أنا أؤيد الانتقاد الموضوع البناء، لكن في الوقت نفسه أرفض التجريح الذي طال زميلي الركراكي، وأستدل على ذلك بتجربتي الشخصية كمدرب لأسود الأطلس، مسترسلا أن ذاكرة المناصرين للأسف قصيرة. ووصف الزاكي نظيره الركراكي بالشخصية القوية القادرة على تجاوز هذه المرحلة الآنية الصعبة، وذلك بفضل ما يتلقاه من دعم من قبل لاعبيه وجامعة كرة القدم المغربية. وبخصوص المواجهة المنتظرة بين منتخب النيجر والمغرب برسم تصفيات كأس العالم، قال الزاكي: بالنسبة لي، المشاعر التي سترافق هذه المباراة هي جد خاصة ومعقدة، لكن لا مجال للمقارنة، لأن المنتخب المغربي متفوق علينا بكثير. وختم الزاكي تصريحه بأن الرهان الذي يسعى إلى تحقيقه حاليا هو ضمان تأهل المنتخب النيجيري إلى منافسات أفريقيا المزمع تنظيمها بالمغرب سنة 2025.